فكرة النهاردة تحفة بجد، هنعملها من علبة الشاور دي، سهلة وبسيطة ونتيجتها بجد مبهرة. هنقطع العلبة بالشكل ده، هتخلص من الجزء اللي في ايدي اللي هو الجزء اللي فوق. الجزء التاني هبدأ اغلفه بالقماش، هغلف الجزء اللي فوق ده الاول لوحده زي ما انتوا شايفين، وشيلت الزيادة بالمقص، وهبدأ اغلف الجزء اللي تحت لوحده. دي طريقة سهلة جدا عشان الغلاف يطلع مظبوط معاكي. وهنا كنت بغلف القاعدة لوحدها برضو، هشيل الزيادة بالمقص. الجنبين اللي انا كنت سايباهم زي الشريطين البلاستيك دول هقصرهم خالص، وهفتح لهم فتحة بالكاوية او بمفك متسخن على النار، وهركب لهم الايد السلسلة دي. ممكن تستخدمي اي سلسلة على فكرة من اكسسوارك القديم. دي خرزة، وممكن تستخدمي بدلها زرار يكون ذهبي كده لايق مع الالوان. ثبتها بقطعة من السلك الربط، برضو كنت عاملة لها فتحة دخلتها فيها. وهنا كنت بعمل لها العروة من الحبل الخيش ده. ممكن برضو تستخدمي اي نوع خيط على فكرة. التزيين ده بقى أذواق، كل واحدة وذوقها وعلى حسب لون اللي انت هتستخدميه في القماش. انا استخدمت الابيض ده اللولي، وبدأت ازينها كلها كده بالشكل ده، بما ان كمان الزرار اللي انا عملته او القفل بتاعها كان برضو ابيض. وده الشكل النهائي. بصوا بتتفتح بسهولة ازاي، بصوا الجمال، بصوا الحلاوة. الشنطة الجميلة دي، احنا دلوقتي بننزل نجيب اقل شنطة للاطفال ب150 جنيه. الشنطة بجد شكلها جميل جدا، والقفل بتاعها سهل للأطفال. يعني ممكن كمان لحد 10 سنين. الحجم ده منتشر جدا، والإيد السلسلة دي منتشرة جدا برضو. جربوها هتعجبكم.